حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل غدوة بسيطة مش مكلفة خالص، كلها خضار. هنعمل صينية مسقعة بالخضار تحفة. زي ما انتوا شفتوا كده قطعنا البتنجان شرايح طويلة. عايزين تعملوها مكعبات مفيش اي مشكلة، بس مكعبات هتتهري مننا. فدي كده قطعوها شرايح كده تكون سميكة شوية، نحط عليها شوية ملح وسيبوها تدبل شوية، وبعد كده نحطها في الزيت. احنا مش عايزين نحمرها خالص، يا دوبك اللون ده حلو جدا. هنقلي كل الكمية اللي معانا بالطريقة دي. هنا بقى معايا معلقتين 3 كده زيت زيتون، يكون زيت زيتون ملهوش ريحة كده عشان المسقعة بتاعتنا يبقى طعمها حلو. طبعا هنسخن كده، وبعد كده هنحط عندنا قطعة لحمة زي ما انتوا شايفينها كده، مش كبيرة، يعني نقول ربع كيلو لحمة مفرومة. هي كانت موجودة عندي في التلاجة، كانت بقواقي أكل وكده فسبتها، فقلت أكيد هتنفع، فطلعتها بقى زي ما انتوا شايفين. وهنسيبها كده لغاية ما تفك مع نفسها. حطينا بقى عليها ملح وفلفل أسمر ومكعب من الماجي. دي بقى اللي احنا هنعمل بيها المسقعة، هتديها طعم حلو جدا وغني وحاجة كده بجد خطيرة. ادي المسقعة بتاعتنا اهيت. عايزة اقول لكم دول 2 بتنجان وسط مش كبار، وعملت معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كمية محترمة تأكل كده عيلة كاملة. هنا بقى مقطعة بصلاية كبيرة، ومعانا فلفل حار، ومعانا فلفل حار احمر وفلفل حار اخضر وقرن فلفل كده رومي وجزر وبطاطس. دي بطاطسايه كده كبيره بشراها وبشره 2 من الجزر. بصوا الكميه بتاعتنا، عايزه اقول لكم كبيره جدا. الخضار مفيد وصحي وحلو جدا، يعني لو عندك اولاد ما بيحبوش الجزر هتحطيه في صينيه المسقعه، البطاطس هتحطيها في صينيه المسقعه. وحطينا كمان كده نص معلقه من الثوم المفروم. عايزه اقول لكم الريحه تحفه. هنشوح بقى الكلام الجميل دوت، يعني تشويحتين بس مش اكتر من كده، يعني مش هنخليهم يتبلوا، لان انا عايزه احط البتنجان كده عليه عشان يبقى الطعم حلو. حطينا بقى البتنجان بتاعنا كده، ومعايا طماطم معصوره، يعني نقول نص كيلو من الطماطم. هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه تقلبتين، وهنحط مثلا نص مج من الميه، وخلاص على كده هنفضيه بقى في الصينيه، وهنبتدي نحطه بقى في البوتاجاز، نديله كده تشويحه او لون من فوق، او انا هحطه في فرن الخبيز. ليه بقى؟ لان انا النهارده بدال عملت مسقعه يبقى هخبز شويه عيش كده صغيرين علشان ناكل بيهم المسقعه. كده عطيناها غلوه واحده بس وحطيناها زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي بقى بعد ما خلصت العيش هديها كده ايه لون من فوق. عايزه اقول لكم بصوا اللون بتاعها تحفه، والطعم بتاعها كمان خطير. كلها خضار وبتنجان، يعني حاجه ما اقولكوش. كل اللي كل منها استغرب ان دي صينيه مسقعه. انا عندي مرات ابني ما بتاكلش المسقعه، كلتها قالت لي تحفه. شويه جرجير بقى مع شويه عيش تحفه. اتمنى النهارده يكون الفيديو بتاعك